لو عندِك لبن قاطع اوعي ترميه، تعالي أقول لِك هنعمل بيه إيه. صلّوا على النبي واذكروا الله، واوعوا تنسوني في الكومنتات بتاعتكم الجميلة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واشتراك في النجمة. طبعًا أنا جبت 3 كيلو لبن قطعوا مني، أرميهم؟ لأ ما ارميهمش. هاقول لكم نعمل بيهم إيه، نعمل بيهم حاجتين 2. أول حاجة نعمل منهم جبنة موتزاريلا، تاني حاجة ممكن اللبن القاطع ده ناخده ونعمل بيه معجنات، وكمان هنعمل بيها إيه، جبنة كريمي. النهارده هنعمل بيها الجبنة الكريمي، تعالَ أوريكم الجبنة الكريمي هتبقى تتعمل إزاي في منتهى الجمال. آدي اللبن بتاعنا القاطع أهو، شوفوا قاطع عامل إزاي، قاطع خلاص قطع. هاعمل الجبنة الكريمي إزاي؟ تعالَ أوريك. أول حاجة عندي مصفى أهي، باخد اللبن القاطع وأحطه في المصفى أهو، كل اللبن القاطع أحطه في المصفى، هاصفيه بعد ما بُص بادوس عليه كده، أصفيه وأرجع لكم. باجيب شوية ملح حلوين أهم، شوية ملح صغيرين عشان ما تبقاش حادقة أوي، شوية ملح، بعد ما أجيب شوية ملح أحط ندعة زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت عادي، ما عندكيش زيت عادي حطي حتة زبدة، مش يعني معلقة صغيرة زيت زيتون، وبعد كده أقوم عامل إيه، هاقوم ضاربها في الكبة. ما عندكيش كبة اعمليها بال ب ب ب بالخلاط، ونتوكل على الله ونقول إيه، توكلنا عليك يا رب. تعالوا بقى أوريكم الجبنة بقت عاملة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي الجبنة بتاعتنا الجميلة الحلوة، شايفين عاملة إزاي؟ جبنة كريمي أهي، شايفين الجبنة بقت عاملة إزاي؟ وطعمها هيبقى تحفة. باجيب بقى شوية زيت وأجيب علبة أحفظ بيها، باحط ندعة زيت أهو عشان خاطر إيه، أهو بالعلبة كلها في العلبة اللي أنا هاحفظها فيها، وأقوم منزل الإيه، الجبنة بتاعتي. طبعًا أنا حطيت شوية الزيت دي عشان إيه، ما تبقاش إيه، لازقة وتبقى في ادي الجبنه بتاعتي الجميله كده. الحمد لله الجبنه بتاعتي اهي، شايفين عامله ازاي، في منتهى الجمال والحلاوه اهو، شايفين، تحفه 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 من غير اي حاجه. عملت جبنه كيلو وزياده، جبنه كريمي اللي بتتباع بالشيء الفلاني. صلوا على النبي واذكروا الله، وما تنسونيش في الكومنتات ولا تنسوني في النجمه ولا المتابعه ولا كلامكم الجميل، وانا مستنيكم. احلى جبنه بشويه لبن قاطع اهو، وكل سنه وانتم طيبين.